سي رضا تنطلع عليك الظرف واحد النهار، عاودينا القصه. اولا السلام عليكم وشكرا على الاستضافه. مرحبا سي رضا. تنحيي جميع الناس. هو بالنسبه لهذاك الحدث انا طرا لي حدث الا جيت نوصفو شويه واعر، ولكن هو واحد النهار انا كنت قريت كملت القرايه ديالي بديت نبيع ونشري. خدمت في الخدمه ديالي اللي انا تكنيسي انفوغرافيست، خدمت ودرت البيع والشراء او ميم طون. بدا كيجيب لي الله بان الخدمه ديال البيع والشراء فيها المصروف على وانا ديك الساعه مولوع بالموسيقى. منين كنت صغير كنت كنغني، بديت كنبيع ونشري. بداو الناس كيعيطوا لي في التليفون، كندير داكشي انا كنتنقل عند الناس. نعم. ومشيت واحد النهار جاني التليفون، الو حنا في واحد الدراري صحابي جايب انا شي سلعه جاتني من برا. عيط لي واحد السيد صديق ديالي قال لي حنا جالسين في البلاصه الفلانيه، تلتحق بينا في واحد المقهى ليلي في الدار البيضاء. مشيت ديك الساعه عندي الموتور، مشيت كنجري وقفت في البلاصه اللي كانت. دخلت سلمت على الدراري صحابي كلهم، وانا معروف عند كيف تيقولوا خفيف الروح بالضحك والنشاط مع الاصدقاء ديالي عزيز عليهم. عندنا الحمد لله كيف قلت لك القبول ديال الله ماشي ديال. دخلت بديت كنهضر معاهم، جاو عيط شي واحد بلا خباري انا، عيط على الجيرون قال له هذا الولد هذا اللي جالس معنا بلا خبر بلا هذا غتمشيو تقدموه ينوض يغني. هما كيعرفوا صحابي كيعرفوني انا ديك الساعه كان كفيه شويه ديال مولوع بالموسيقى من الصغر. وجا ديك الساعه هذا تسمعت سميتي في ديك المقهى، سمعت سميتو نقول له كيفاش تحرجت انا. جاني الخجل ديك الساعه، باقي يلاه عيطت بسم الله. وينوضوني بزز. نوضت انا ديك الساعه عزيز عليا نبان بشي حاجه اللي هي ما كيديرهاش الناس بزاف. عندي واحد الاغنيه كنسمعها باقي صغير، بركه من الفضول يا خفيف الشاشيه. ديك الساعه فيها كيتسمى المونولوج. المونولوج هو الغناء اللي فيه الضحك. وانا تصدرتها في هذاك الملهى الليلي، دارت واحد السوكسي كبير، حيت الناس كتضحك والناس بدات كتعطيني في الفلوس. اول تجربه اول ظهور كانت بمثابه واحد القضيه. عرفتي اش غنقول لك؟ انا تصدمت لان انا شويه زعمت هذيك الساعه بان لي الجو فيه نشاط. لا وحر شديت الميكرو وبديت قلت بالله عليها اش غادي يطرا وبديت كنغني. الحمد لله انا كنغني ديك الساعه في الجو العائلي ماشي، ولكن ملي دخلت لهذاك ولات بحال خصك لا بدات تفرض. انا جاتك الفرصه، حيت الفرصه كتجي مره في العمر. طلع عليك الزهر هذاك النهار كيجي مره الا جاتك الله الناس غيشوفوني هنا هذه الساعه، خصني نبين شنو عندي. ونضت كنغني وبديت كنغني لهذوك الناس، بدات كتضحك وعباد الله جاتهم واحد السخريه وجاتهم واحد الشكل ماشي غنى. عطيتهم النكته في وسط الغنيه. قبلوك الناس، قبلوني الناس بواحد الدرجه كبيره. غرموا عليك حتى الغرابه. خليتها للموسيقيين. وجا خرج ديك الساعه والله العظيم، خرج مول المحل كيتفرج فيا. جا هو قال عيط على الدراري اللي كنت جالس معاهم، قال لهم هذا الولد شنو سميتو؟ جلسني وقال لي بغيتك غدا تجي لهنا وتعاود دير لنا هذا الشيء اللي درتي اليوم، تعاود ديرو. قلت له انا غادي نجي، علاش على الراس والعين نجي خويا زعما ما كاين حتى مشكل. جيت لغت ليه وعاود جاو الموسيقي بداو كيقول لي وانت اخويا كتجيب لنا الفلوس وكتجيب لنا هذاك الشيء، بدات تعاود تجي عندنا. بانت القضيه ديال الليله البارح كانت مروجه الحركه الله يرضي عليك. هذا هو اللي في الاخر بديت كنجي حتى تبرونشيت في هذيك البلاصه. من تما كانت الانطلاقه. وبعد والبيع والشراء والسلعه اللي جاتك من برا وداك الشيء كل شيء بعدت منه ما بقيتش. حيت ديك الساعه الموسيقى شويه غلبت على اصلا هو داك الشيء اللي كنت نقلب عليه. كنت كنقلب على الفرصه وفين نبان. ونهار بانت الفرصه الزهر كيجي مره واحده في الحياه. انا مازال غنرجع عندك نسول الدكتور. عندك السي رضا، من بعد حياتك كيفاش تطورات من بعد هاد الصدفه، هاد المره الاولى اول ظهور ديالك تبارك الله كان نجاح وكان قبول عند الناس، من بعد كيفاش استغليتي هاد اللحظه اللي كان طلع لك فيها الزهر والفرصه اللي انت كيفاش استغليتيها من بعد؟ وهذاك كانت الانطلاقه من تما. هذيك هي الانطلاقه ديالي. خدمت شي مهمات تما كيف قلت لك البدايه، وبعدت على ذاك الدومين ديال الليل ودرت فريقه ديالي صافي. هذا هو وليت كنشتغل في الحفلات والاعراس المغربيه. اذا وليتي فنان. وليت فنان، نسيتي البيع والشراء ونسيت كل شيء. وما خليت حتى شي حرفه اللي ما درتهاش. انا قريت والحمد لله كنت من العائله زعما ميسوره ماشي، الحمد لله عايشين عيشه مزيانه، ما عندناش وما خصناش الحمد لله بخير. ولكن كان حنا علمنا الاب ديالنا لا انا ولا خوتي باننا نعرفوا نجيبوا القمه ديال الخبز ديالنا من على دراعنا.
داكشي اللي جعلني في هذاك الوقت انا كنقرا وكنخرج من القرايه ونمشي نبيع ونشري وما خليت، وكنحس براسي وقريت واحد درت الميكانيك ومشيت خدمت ميكانيسيان وكنبيع ونشري، المهم ما خليت حتى شيء، وكنحس براسي فنان ديك الساعه. كنقول انا مظلوم ما عنديش الزهر. علاش؟ واش انا كنغني وكنحس براسي فنان، كيفاش نمشي ندير ميكانيسيان؟ خصوصا مازال نشوف الفنانين والمطربين في التلفازه والراديو. عارف اختي انه هذا هنا المغرب شويه صعيب باش تبان فيه في هذا الدومين ديالنا بالخصوص. كاين شويه الفني صعيب هنا في المغرب صعيب شويه. هو اللي جعلني انا دابا ملي لقيت الفرصه تما بديت وتعرفت على الموسيقيين، من هذيك بدات الانطلاقه وحاولت. اذا كنتي رضا قبل تجيك هذه الافكار السلبيه كما شار الدكتور باللي انا ما عندي زهر، انا ما غنطفروش. انا الدكتور عنده قال واحد الكلمه قبيله، داك الشيء باش كتعمر راسك. هو باش حنا تيقولوا المغرب باش كتعمر المكانه باش كتصوري في الصباح، باش كتسرسل صافي ما كاينش الا درتيها في الصباح غتصوري في الصباح. انت معمر راسك باللي انت ما عندك زهر، الا عمرتي راسك بشي حاجه اللي هي ديال انا لا ما غنجحش. لا انا من نهار بديت اعوذ بالله قلت انا، وعندي دائما واحد الايجابي بان واحد النهار ان شاء الله غادي يكون الخير. ومي الفوق ما نفيق نبوس لها رجليها ويديها وراسها وقول لها دعي معايا. حاجه وحده هي الوالده ديالي ما كان عزيز عليا ندير معاها هذاك الشيء اللي ما يدار، هي اللي كتحن عليا ودير معايا اللي المهمه الحنينه. اي واحد اللي كيتفرج فينا المهمه الحنينه هي كل شيء. امك قال لك رضات الله مرضات الوالدين، دوز من الميساج ديال الوالده راه ربي اي حاجه انا بالطبع ديال الوالدين هذاك هو كل شيء. شي الا مشيتي تا والديك درتي معاهم الخير علم بان غيجيك غير الخير ان شاء الله. واخا عندك الزهر مع الناس الحمد لله، عندي الجمهور ديالك دابا اللي كتمشي ليه الله كيحبب الناس فيك. هذا هو انا الحمد لله فين ما ماشي زعما افتخار ولا شي حاجه، ولكن الحمد لله فين ما دخلت البلاصه اللي دخلت لها غير بالكلام الطيب وحنا الوالد ديالي انسان فيلسوف وكيعرف ربنا واحد التعليم ما بين الحضاره والمعاصره من داك الشيء القديم ديالهم كيف تربوا الاصاله والمعاصره. عشنا شويه ديال الكلام القديم المرزن وبالمعنى، وعشنا مع اولاد اليوم وخدينا. وانا خديت واحد الميلونج بالنسبه لواحد عنده 24 سنه في لاج ديالي وكيقدر يتعامل مع ناس كبار في واحد المستوى كبير وتجلس معاهم تيعطيوني تيقول لي تبارك الله منين كتجيب هذا. ولكن انت الامكانيات كلها عندها، وعلاش كنتي من الداخل ديالك كتقول ما عنديش الزهر ودرتي الحرفي بزاف وتمرمدتي بزاف وتكرفتي؟ علاش وانت عندك تبارك الله كاع هاد المواهب؟ لوكازيون ما جاتش، كنت كنقلب عليها فاش جات ما رحمتهاش كيف تيقولوا، ما جات بيضربيه بيصرعيه يلا دابا مع جات مع قلت هذه هي اللي خصها، حيت عارف بان الوالدين تيقولوا لنا وتنسمعوا من عند الناس سيدي الا جاتك الفرصه اغتنم، ما كاينش هذه الا جات راه ما بقيتيش تلقى بحالها. كيف السي بونير حتى هو عاودنا على القصه ديالو ديال فاش ربح الفلوس، ها هو خسرهم وهذه الفرصه راه ما بقاش غادي تجي. خص الانسان اللي كيتسنى اي فرصه جات لاي واحد فينا. ولكن الزهر الحرام بوحدو والزهر الحلال بوحدو. ودابا حنا القمر هو عقمر، هذاك عقمر قمر. ولكن الا جات شي واحد انا ترني خدمت ماشي عاوتاني لا انا درت غير على 830 مليون اللي هي قمر، اما شي الاخر حلال عليك اخويا. ملي كيجي الانسان الفرصه كما كانت باش ما نعم بلا ما نعمموا كل شيء، ملي كتجي الفرصه خص بنادم وكيف قال دائما التفاؤل، كيف قال الدكتور دائما التفاؤل، عمر راسك بان دائما غيكون غير الخير. ودائما الا واللي بغى يوصل لشي حاجه راه كيوصلها. كنعرفوا الفنانه اذا اللي بغى يوصل لشي حاجه وصلها زعما بالخدمه بالعمل بالتحدي بالجهاد ديالو بيان سور خص يكون عندك عليك طايح عليك الزهر. لا ما يمكنش هذه، ما كاينش شي حاجه سميتها الزهر كيف قال الدكتور، ما كاينش شي حاجه، كاين داكشي علمي اجتهد وكيجيك الفرصه واحد النهار تدوز من حداك كتجيك كطيح في الوقت هي هذيك، ما شي حاجه سميتها داكشي. الاستاذ هو ربح داك الشيء باش هو غير السميه ديالو كل واحد شنو كيعطيه، الكلمه اللي كتعطيه. الحاجه هي شوف كيفاش كل الناس كلهم ما جاتهمش النوبه وجات فيها هي. واخا شكرا لك بزاف فريده. انا بغيت